براز اسود لون الفحم، دي علامه من علامات الخطر. اهلا بيكم. مهم قوي لو براز اسود لازم ادور وراه، زي ما قلنا قبل كده دي اسمها ميلينا، براز اسود لون الفحم، دي علامه من علامات الخطر. طب هو يا دكتور انا ممكن يكون واخد فحم؟ الفحم بيسود البراز. انا بتكلم على عيان ما بياخدش ادويه، ما خدش بنجر، ما خدش حاجات تسود البراز، وفجاه لقى برازه اسود. حاله النهارده شاب صغير 28 سنه، ما بيشتكيش من اي حاجه، فجاه كده جاله تمزق فخد مسكنات. الدكتور اللي كان كاتبها له ماشي على المسكنات، بدا الوجع بتاع ظهره يرتاح، بس بدا يلاحظ ان برازه بدا يسود. ما بيسودش على طول، يسود شويه ويطلع شويه. راح كشف، فالدكتور بتاعه لقى ان العيان دوت الضغط بتاعه كويس، النبض كويس، الهيموجلوبين بتاعه كويس، وهو قال له انا كنت برجع او بحس بطعم دم في بقي، وبرجع حاجات كده بني يعني كانها دم، بس انا مش متاكد. فالمفروض دي علامه خطر، بس ممكن لو النبض كويس والضغط كويس والهيموجلوبين كويس اتابع، بس المفروض البراز يرجع طبيعي ما يفضلش اسود. فدي علامه الخطر اللي هنا، اللي احنا ما دورناش وراها. العيان ده خد علاج، ابتدى يمشي عليه اسبوع، فجاه بيعلق لهم لمبه كده في السقف، لقوه وقع واغمى عليه، ونقلوه على المستشفى على طول. راحوا المستشفى بيعملوا هيموجلوبين، لقوا الهيموجلوبين 7. طبعا علامه خطر. دخل العنايه على طول، ابتدينا ننقل له دم، ننقل له ادويه للمعده. بعد ما الحاله استقرت دخلنا عملنا منظار معده. منظار المعده قال ايه؟ لقينا قرحه في الامعاء زي ما انتم شايفين كده. القرحه دي عليها احد الجلطات المتكونه فوق الشريان بتاع القرحه. طيب دي من علامات برضو الخطر واللي محتاجه تدخل. دي مش هتيجي بعلاج دوائي بس، يفضل ان انا اعمل لها اجراء تداخلي. طيب الجايد لاينز بتقول ايه؟ زي ما انتم شايفين كده في الصوره، لو العيان ده لقيته عنده شريان وبيجيب دم، ده نسبه انه ينزف تاني 90%، لازم نتدخل. طب العيان دوت عنده قرحه بس ما بتجيبش دم كتير، بتقوز دم يعني كانها بتنقط دم، برضه لازم اتدخل لان نسبه ان يحصل نزيف تاني 80%. طيب العيان ده عليه شريان او وريد انت شايفه ولكن ما بينزفش دلوقتي، برضه لازم اتدخل. نسبه ان العيان ده ينزف من 40 ل 60%، ده البروتوكول اللي بيقول او الجايد لاينز اللي بتقول. طيب لو العيان ده لقينا ادهرنت كلوت، لقينا عليه جلطه متكونه فوق الشريان زي الحاله اللي احنا شفناها، طيب ده نسبه انه ينزف تاني من 20 ل 30%، ويفضل برضه انك تتدخل، بس يبقى معاك الادوات او المركز مجهز بالادوات انك تقدر تتدخل فيها. طيب العين اللي عنده يا دوبك نقط كده على القرحه لكن ما بتنزفش، نسبه انه ينزف 10%. لو العين لقينا قرحه بيضه ما عليهاش اي شريان وما عليهاش حاجه، نسبه انه ينزف 5% وما نتدخلش. دي البروتوكول لما بنلاقي قرح المعده. طب ايه الطرق اللي احنا بنتدخل بيها؟ زي ما احنا شايفين اللي على الشمال ده، انا بحقن حوالين القرحه عشان اقفل اي شريان رايح لها. تاني حاجه بعمل حاجه اسمها كي، والكي ده بيتم يا اما بالارجون يا اما بحاجه اسمها جولد بروب، نوع من انواع الكي، بقفل بيه الشريان، اعمل له جلطه فبالتالي يبطل ينزف. طب لو انا سبته الحمض بتاع المعده هيجي عليه هياكل الجدار ده هيرجع ينزف تاني. اخر حل الكليبسات. الكليبسات غاليه شويه بس احنا بنستخدمها في الحالات اللي بيبقى طبعا فيها مشاكل كبيره او انا خايف ان يحصل نزيف. ميزه الكليبس ان هو عامل زي المقص، بيروح على الشريان بحطه واقفل عليه، فبالتالي بقفل الوريد او الشريان اللي موجود، فبالتالي بقلل نسبه النزيف خالص. نرجع للمريض بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، الصوره اللي على الشمال بدات اكوي الوريد دوت زي ما انتم شايفين، شلت الجلطه، وطبعا معانا الادوات للشغل ده، ما بيتعملش في اي مكان، لازم مكان مجهز. شلنا الجلطه اللي عليه وكوناها، وبعد كده حطينا كليبسات. الكليبس دوت بيأمن المنطقه دي عشان ما يحصلش نزيف بعد كده. بعد كده العيان اتحجز 3 ايام، خد محاليل، الدنيا اتحسنت، الموضوع بقى افضل، خرج بعد كده. طب ايه الطرق اللي انا ممكن اعملها للكي؟ زي ما شايفين كده في الصوره، اول واحد ده اسمه الجولد بروب، ده جهاز بيكوي الشريان او الوريد بس قوته اعلى شويه، وده ميزته ان هو حاجه اسمها باي بولر، فهو بيعمل نفس الكي على نفس الجهاز. الجهاز التاني اللي هو الكي العادي، عندنا الصوره الثالثه دي الارجون، الصوره الرابعه ده جهاز الكوا جراسبر، ده جهاز بمسك بيه الشريان واكويه اسلقه زي ما بيقولوا عشان اقفله خالص. الصوره الاخرانيه دي الحقن. الكليبسات، الكليبسات دي يا اما عن طريق المنظار يا اما من بره المنظار. واخر حاجه لو انا مش عارف اوقف النزيف، بستخدم حاجه اسمها الهيمو سبراي، او دي بودره بتترش على المكان اللي بينزف فيحصل فيه جلطه فيقف، وتاني يوم نخش نشوف بقى المكان اللي بينزف ده اخباره ايه ونكويه. طبعا الهيمو سبراي دي غاليه جدا بس بستخدمها في بعض الحالات الطوارئ اللي انا داخل الاقي الدنيا دم وانا مش شايف حاجه. المريض بتاعنا بعد خد العلاج بتاعه وبعد ما خرج ابتدينا نديله علاج لمده شهرين، من شهرين ل3، وبدانا نعمل له المنظار بعد شهرين، والحمد لله زي ما شايفين كده حصل سكار، حصل ندبه مكان القرحه اللي كانت موجوده والتئمت تماما والعيان عاش حياته عادي. فمهم جدا لما بقابل علامات الخطر ان انا ادور عليها واعالجها.